فوجئ سكان منطقة الدورة في بغداد بدخول قوة عسكرية كبيرة لاصطحاب زوجة إلى منزل عائلتها بعد خلاف مع الزوج حول الفاصوليا. ويقول شهود إن الزوجة اتصلت بشقيقيها اللذين يعملان في اللواء الرئاسي، فجاءوا على رأس قوة كبيرة لم تسمح للزوج حتى بإبداء رأيه. ميناس السهيل كان حاضرا. خلاف بين رجل وزوجته بسبب أكلة فاصوليا على ما يبدو لم تعجب الزوج، استدعى تحريك قطعات عسكرية في منطقة الدورة جنوبي بغداد للتدخل واصطحاب الزوجة إلى بيت أهلها بعد أن اتصلت بشقيقيها وهما ضابطان في اللواء الرئاسي. خلاف عائلي، شلون تجي تتحرك قوات عسكرية تأخذ المرأة وهو خلاف عائلي؟ يعني على أي أساس الجيش هل وجد مكافحة الإرهاب أو وجد الخلافات العائلية؟ وإذا أخوانها ضباط باللواء رئاسة الجمهورية يستخدمون صفتهم العسكرية يجون يأخذون المرأة ويروحون، فأنا ناشد الحكومة وناشد قيادة عمليات بغداد ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية أن تتدخل بهالموضوع. هذا اللي عندي أنا أقدر أقوله، وارد أحمي نفسهم من عندهم. لأن اللي يجيب قوة عسكرية يأخذ أخته احتمال يطلع بالشارع يتعرض بأنه تهمة إرهاب أو مشتبه به. السلفادورات العسكرية هذا دليل بأنهم هم جوي أخذوها وراحوا تحت قوة عسكرية. أرجع أعيده مرة ثانية. أهالي الحي تفاجؤوا بالمركبات العسكرية وبتقدم الجنود، حيث تمت عملية نقل الزوجة الزعلانة إلى منزل أهلها من دون خسائر بعد استسلام الزوج. أنا شفت النقيب وشفت السلفادور هنا واقفة. انت مو قلت لي اخوها النقيب؟ يا اخوها النقيب انا اقول اخوانها استخدموا صفتها واخوها ذا قام يصيح انت وياه صار الجدل. انا اذا صيح هاي شغلات جانب قوة عائليه. انا هسه يصير احد يتدخل بعائلتي؟ التحرك العسكري الذي اشترك به 20 جنديا بكامل تجهيزاتهم نفت قيادة عمليات بغداد علمها به، فيما أكدت مصادر مقربة من أهل الزوجة إن أهداف العملية تكللت بالنجاح بعد أن وصلت الزوجة إلى منزل أهلها من دون مشاكل. الزوج تقدم بشكوى إلى الشرطة وتساءل في لائحة الشكوى كيف لقوات مسلحة التدخل في خلافات زوجية. للشرقية نيوز، ميناس السهيل، بغداد. بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذا الحصاد. تقبلوا من الجميع